المفروض ان احنا بنغسل اسناننا مرتين في اليوم، واقصى حاجه 3 مرات عشان السنان بتاعتنا ما تضعفش. طب نغسل سناننا ازاي؟ بنمسك الفرشه من تحت لفوق ومن فوق لتحت، بنعمل بالراحه عشان اللثه بتاعتنا ما تلتهبش. تعرفي ان غسيل الاسنان مباشره بعد ما تاكلي اي حاجه حمضيه ممكن يعمل تسوس في الاسنان؟ طب ازاي؟ لان في ماده بتتفاعل في اي معجون مع الحمضيات بتعمل تسوس في الاسنان وبتضعف اللثه. حلقه جديده من جامد ولا فيكس. خلينا نقول ان احنا كلنا مختلفين، كل واحد مننا ممكن يجرب حاجه تعجبه بس ما تعجبش التاني. خليني النهارده احكي لكم عن تجارب معجون الاسنان، جربت اكتر من نوع، هقول لكم مين جامد ومين فيكس. خليني اقول لك ان كل المنتجات في الصيدليه اللي بيكون مكتوب عليها وايتنج او ان هي بتساعد على التبييض هي ما بتبيضش. امال هي بتعمل ايه؟ بتشيل طبقه خفيفه من التصبغات. مره على مره الحاجات دي ممكن تعمل لك تسوس في اسنانك وبتضعف جدا اللثه، فما انصحش بيها اي حد. تعالوا اول حاجه نتكلم عن معجون الاسنان سيجنال اللي بالفحم. طب هو فاكس ولا جامد؟ لا لا لا، هو فاكس جدا. طب ليه؟ تعالي هقول لك ليه. سيجنال هو معجون مصري، ده النوع اللي بالفحم. انا ما بنصحش حد يستخدمه ليه؟ لان الفحم بيساعد على تآكل الطبقه بتاعه الاسنان. مره على مره السنان هتبقى صفرة مش بيضه، ومره على مره الاسنان بتاعتك هتضعف. حتى هو مكتوب عليه ان احنا ممنوع نستخدمه للاطفال اقل من 6 سنين لان هو بيأذي الاسنان. طب ايه الحل؟ الحل ان انا استخدم معجون اسنان الماده الفعاله فيه هي الفلورايد. زي ايه؟ زي سانسوداين. سانسوداين من معاجين الاسنان المهمه جدا اللي موجوده دلوقتي في السوق، في منه 8 انواع. انا بحب استخدم النوع الجولد ده، هقول لكم ليه بحب استخدمه. الماده الفعاله اللي بتكون بوتاسيوم نيتريت. طب دي ايه بصفتها؟ دي عامله زي المخدر كده، بتقلل حساسيه الاسنان، كمان بتشيل التصبغات بتاعه الاسنان ولكن بدرجه خفيفه قوي عشان ما تاثرش على اللثه او تبوظ السنه. تعالى اكلمكم عن ثالث نوع معانا وهو كلوز اب. في منه اكتر من لون، انا جربت منه الاخضر والاحمر، حجمه بيكون 50 مللي وبحوالي 20 جنيه. هو طبعا منتج مصري. انا بحب استخدمه ليه؟ لان هو بالاضافه لان هو زي اي نوع من انواع معجين الاسنان بينظف وبيشيل البكتيريا، هو كمان جل بيوصل للاماكن الضيقه وينظفها بطريقه فعاله. فده بالنسبه لي فاكس ولا جامد؟ لا ده جامد جدا وكمان سعره حلو قوي. تعالى اكلمكم عن اخر حاجه في حلقتنا النهارده من فاكس ولا جامد. دبر المسواك، حجمه كبير وسعره حوالي 30 جنيه، حجمه 170 مللي. طبعا هو منتج مصري. حبيت ان كل مكوناته طبيعيه، يعني هو مستخلص من شجره المسواك. اللي منكم ما يعرفهاش، دي شجره كانوا بياخدوا منها جذوع الشجر زمان ويقطعوه ويستخدموه في تنظيف الاسنان. هو مش بس زي اي معجون بينظف السنان وبيحافظ على اللثه، لا ده كمان بيحافظ على ان الريحه تكون حلوه وبيدي كمان طعم كده زي طعم المسواك. يعني ممكن لو داومتي عليه تحسي بطعم المسواك في اسنانك. عشان بقى ما نتوهش من بعض، تعالى اقول لكم مين فاكس ومين جامد. بالنسبه لي سيجنال 2 بتاع الفحم مش هستخدمه تاني عشان بخاف على اسناني. ممكن استخدم كلوز اب لو انا بدور على حاجه في الفئه السعريه الصغيره. ممكن كمان استخدم دبر المسواك لو انا بدور على حاجه حجمها كبير وسعرها قليل. بس الجامد جدا جدا في الحلقه دي هو سانسوداين، خصوصا النوع ده سعره يعتبر غالي بالنسبه لناس كتير، بس الماده الفعاله فيه هتحمي لك اسنانك. يفضل ان احنا نغير معجون السنان حوالي كل 3 شهور مره. هستناكم تقولوا لي ايه احلى معجون سنان جربتوه، وهستناكم كمان تكتبوا لي في الكومنتات عايزين نجرب ايه في حلقات فاكس ولا جامد.